المدير التنفيذي أخد ابنه معاه الشغل لأول مرة، لكنه كان غرقان في شغله ومشغول جدا. الولد شاف إن أبوه مش فاضيله، فجري على مكتب أبوه واقف فوقه. ما اكتفاش بكده، رمى نضارة تمنها $100,000 على الأرض، وكمان مسك الكمبيوتر ورماه. قبل ما السكرتيرة تلحق تتصرف، الولد بدأ يعد لحد 5، ولو أبوه ما جاش كان هيكمل يكسر. ولما السكرتيرة كانت خلاص هتتصل بالمدير، الراجل دخل المكتب. أول ما شاف الحاجات اللي على الأرض نادى على ابنه ينزل فورا، لكن الولد طلع كارت مكتوب عليه المبادئ ال3 الكبار. المدير فهم على طول، بس رفض ابنه برضه. الولد بقى يخبط برجليه لأنه عنده توحد وما بيعرفش يتواصل مع الناس بسهولة. بعدين نزل للوبي بتاع الفندق زعلان وبص على بوستر لأبوه. فجأة طلع استيكرات أنمي من شنطته وبدأ يلزقها على صورة أبوه في البوستر. وقتها الموظفين لاحظوا تصرفه وحصروه بسرعة. الولد اتخض. فوق المدير كان بيدور على ابنه، مشي ورا فتافيت أكل لحد ما وصل الأسانسير، ولما شاف بصمات صوابع فهم إن ابنه نزل تحت، بس ما كانش يعرف إن ابنه في اللحظة دي كان مستخبي وهو على وشك يخبط في عربة شنط. ست جريت بسرعة ولمته في حضنها والناس اتجمعت حواليه. فالولد زعق تاني. الست دي كانت دكتورة نفسية للأطفال. فهمت بسرعة حالة الولد الخاصة، فمسكته بهدوء وبصبر وبدأت تهديه. الولد شوية شوية هدي، وبعدين اديته منديل صغير ودمية على شكل يقطينة. ساعتها سكرتيرة المدير وصلت، ولما الست شافت كده ارتاحت، نزلت الولد ومشيت. لكن المفاجأة إن تاني يوم الست وهي رايحة شغلها شافت الولد وهو داخل المستشفى. جريت تزوره. أول ما شافها ما عملش دوشة زي العادة، بالعكس تعاون معاها. السكرتيرة ما كانتش مصدقه لأنها دايما هي اللي بتعاني مع شقاوته، بس المدير فهم غلط وافتكر إن الست عاملة تمثيلية عشان تاخد ابنه منه. وساعتها الولد اللي عمره ما فتح قلبه لحد مد إيده بنفسه وطلب يبقى صاحب الست دي. حتى أبوه عمره ما أخد منه كارت صداقة كده. الولد كمان لمح إن المنديل اللي الست ادته له فيه ريحة مألوفة، وطلع إن قبل ما أبوه اللي فاقد ذاكرته يكتشف، الولد كان من بدري حاسس إن الست دي هي أمه.